عايزة أقول لِك بتحبه وبيحبها لكنه طلقها ومش هيرجع لها. صاحبة ياسمين عبد العزيز تكشف سر طلاقها من العوضي. بعد قصة حب سنين، أحمد العوضي قرر يطلق ياسمين. ومن عسل يا وحش الكون لانتي طالق يا ياسمين وعلى الله حكايتك يا ست. طلاقهم بقى حديث الإعلام وترند السوشيال ميديا. وبالرغم من إنها مش أول جوازة لياسمين وإنه مش أبو عيالها، إلا إنها شايفة إن ال20 سنة اللي قعدتهم على جوازها قبل العوضي ما كانش فيهم حب، والحب شافته على إيد الخديوي. إسعاد يونس بتحاول ترجعهم لبعض، وبسمة وهبة بتقول والله ما أنا اللي خربت بيتهم. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وراهم حكايات وأسرار كتير. تعالوا نشوف إيه الحكاية. ياسمين اتجوزت من أكتر من 20 سنة من رجل الأعمال محمد حلاوة، وخلفت منه ياسمين وسيف الدين، واتطلقوا في 2018 عشان تبدأ قصتها مع العوضي بعدها بسنتين. أحمد العوضي بدأ قصته مع ياسمين من كام سنة بعد ما ترشح لدور بطولة في مسلسلها لآخر نفس في شخصية ضابط، وكان رافض تماما إنه يأدي دور ضابط مرة تانية. لكن لما عرف إن الدور مع ياسمين ما ترددش وقبل شخصية أدهم، وقال لهم وقتها أنا موافق أعمل دور ضابط تاني وتالت كمان. دي ياسمين عبد العزيز، ودي كانت بداية التعارف ما بينهم. وقال إن أول نظرة حب بينا لما حطت إيدها على كتفي جامد وقت التحضير للمسلسل، ونظرة مني على نظرة منها حصل ما بينا حكاية. الغريبة إن اللي حصل عمل قفشة بينا وقلبت بهزار بعدها. وصراحة أنا كنت بحبها من قبلها كممثلة وعاوزة أشتغل معاها، لكن حصل بينا موقف وفي أول بروفا وحطيت خطة عشان ياسمين تقعد جنبي وتسلم عليا، وما كانش معايا ساعتها نسخة للسيناريو، وطلبت منها راجع الدور معاها في نسختها، واتكلمنا مع بعض وهزرنا وضحكت يعني قلبها مال، وبدأت قصة حبنا وجوازنا. أنا مش باحب أحمد، أنا باعشقه. وبعد ما عاشوا 4 سنين في حالة من الحب والرومانسية، الحكاية ما كملتش وانفصلوا. وبعد شهور من الانفصال ظهرت ياسمين عبد العزيز عشان تعلن للجمهور ظهورها كضيفة في حلقة جديدة من برنامج صاحبة السعادة اللي بتقدمه إسعاد يونس، واللي بتحاول ترجعهم لبعض وحزينة على طلاقهم. ونشرت ياسمين على حسابها على فيسبوك صور من البرنامج وعلقت عليها صاحبة السعادة، ونشرت صورة تانية ليها مع إسعاد يونس وهم بياكلوا بصل أخضر وعلقت عليها أحسن من البصل مفيش. الفنانة إسعاد يونس ما سكتتش وشوقت جمهورها في صفحتها الرسمية على انستجرام، ونشرت صورة ليها مع ياسمين وظهرها للكاميرا، وسألت الجمهور يا ترى من هي ضيفة الحلقة الجاية. وكتير من الجمهور اتفاعلوا معاها لحد ما ظهرت ياسمين وعلقت بعفوية أنا رخمة قوي صح؟ لكن بعد ما اتذاعت الحلقة ومحاولات إسعاد يونس إنها ترجعهم لبعض أو حتى تعرف سبب انفصالهم ما وصلتش لحاجة، وياسمين قالت قدام الناس كلها أنا بحبها، وإسعاد يونس ردت عليها وقالت لها أنا كلمته وهو كمان بيحبك. لكن قناة العربية كشفت لنا السر بعد الحلقة من صاحبة ياسمين المقربة، وقالت إن السبب الرئيسي للانفصال هو فكرة الخلفة أو الإنجاب، لأن أحمد العوضي عنده رغبة قوية إنه يكون أب، وده اللي وافقته عليه ياسمين في بداية الجواز، وعملت عملية جراحية عشان كده، واللي سببت لها أزمة صحية كبيرة. لكن بعد التعافي من الأزمة طلب منها العوضي مرة تانية إنهم يخلفوا، لكن ياسمين رفضت وقالت له مستحيل، أنا مش هخاطر بحياتي مرة تانية عشان الخلفة، خاصة إن ياسمين عندها أبناء من جوازاتها الأولى، وتوترت الأمور بينهم بشكل كبير. لكنها ما وصلتش للانفصال لحد ما جت المفاجأة، خناقة أحمد العوضي مع ياسمين في كواليس تصوير مسلسل ضرب نار، واللي اتعرض في شهر رمضان 2023، ووصل التوتر لخناقة كبيرة في التصوير. عدد كبير من أصدقاء العوضي وياسمين اتدخلوا عشان الصلح بينهم في كواليس المسلسل، لكن كل الأمور كانت كبيرة وما استجابوش للصلح، والعوضي ساب لياسمين البيت وقتها وانشغل بتصوير فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، وزادت المشكلة بينهم. وبعد كده اتفاجئ أحمد وهو في الإمارات إن ياسمين بتعلن خبر انفصالهم على حسابها على انستجرام، وده اللي أحرجه، خاصة إنه كان قبلها عامل لها تهنئة على عيد ميلادها في انستجرام وقايل لها قد إيه إنه بيحبها. وبعدها أحمد دخل في حالة نفسية سيئة اتسببت في دخوله للمستشفى عشان تزوره ياسمين وتطمن عليه وعلى صحته وتقوله إنها بتحبه. يا ترى أحمد وياسمين هيرجعوا لبعض تاني ولا ياسمين حسمت الأمر وعايزة تنفصل؟